حقيقة ظهور أحمد مكي مع ياسمين عبد العزيز في رمضان 2027. انتشرت الشائعات خلال الفترة الأخيرة حول عمل فني جديد يظهر به الفنان أحمد مكي في موسم دراما رمضان 2027 بعد غيابه عن الموسم الماضي. وتباين حديث المتابعين حول العمل المرتقب للفنان أحمد مكي، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية حول إمكانية تقديم الجزء التاسع من مسلسل الكبير سنة 2027. مصدر مقرب من أحمد مكي نفى صحة ما تردد حول مسلسل جديد يجمع مكي والفنانة ياسمين عبد العزيز أو تعاقد الأول على أي أعمال درامية للموسم الدرامي المقبل. وأضاف لا صحة لكل ما تردد عن مشاركة أحمد مكي الفنانة ياسمين عبد العزيز في مسلسلها المقبل، أو حتى التفاوض على المشاركة الشائعة خرجت من منشورات عبر السوشيال ميديا، ونتعجب من تأكيدها عبر مواقع إخبارية. في وقت سابق تداول المتابعين وجمهور الفنان أحمد مكي أنباء عن نية الأخير تقديم الجزء التاسع من مسلسل الكبير قوي في رمضان 2027. وارتبط الجمهور بمسلسل الكبير قوي، أحد أبرز المسلسلات الكوميدية في الألفية الجديدة وأكثرها استمرارا بعد تقديم 8 أجزاء منه على مدار قرابة 14 عام. مصادر مقربة من نجم الكوميديا نفت الاستقرار على تقديم الجزء التاسع من المسلسل في رمضان 2027، ولكن الباب يبقى مفتوحا أمام كل الاحتمالات. وقال المصدر ان كل ما نشر عن تقديم جزء تاسع من مسلسل الكبير قوي في رمضان 2027 لا اساس له من الصحه. احمد مكي وصناع المسلسل لم يحسموا الامر حتى الان، ولكن مكي دائما منفتح على تقديم اجزاء جديده من الكبير قوي ولم يقرر ايقافه. ومسلسل الكبير قوي قدم المره الاولى في اغسطس 2010 ب15 حلقة فقط، وشارك في بطولته إلى جانب مكي كل من دنيا سمير غانم ومحمد سلام وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل. استمر المسلسل 5 مواسم أخرى في السنوات المتتالية قبل أن يقرر صناعه إيقافه وعودته مرة أخرى في 2022 ب3 مواسم حتى سنة 2024 قبل أن يتم إيقاف عرضه من جديد.